كانت توجد وظيفة هي وظيفة الإبودياكون، أي مساعد الشماس، اللي النهاردة احنا استبدلناها بفريق الكشافة. هذا كان يحرس أبواب الكنيسة من دخول حيوان مثل كلب أو قطة، كذلك كان يحرسها من دخول الخطاة، فلا يدخلها أشخاص محكوم عليهم بسبب خطاياهم. والكنيسة في عقوباتها لم تعرف المحاباة، فكان يحكم على الشخص بالحرمان من الكنيسة إذا أخطأ خطية تستوجب ذلك مهما كان مركزه أو شهرته. وهيحكي كم حكاية، اسمعوهم، هتلاقوا نفسكم عارفينهم، بس اسمعوهم بلغة البابا شنودة. كانت توجد امرأة من مشاهير الراقصات، ولشهرتها الكبيرة ما كان يصادقها إلا الأثرياء وكبار الموظفين. هذه المرأة ذهبت في إحدى المرات إلى الكنيسة بزينتها. ذهبت إلى الكنيسة بزينتها. تلاقي البنات والستات داخلين حاطين مكياج وداخلين يتناولوا، مش حاطين إشارب وداخلين يتناولوا، لابسين عريان وداخلين يحضروا الإكليل ويتجوزوا. دخلت بزينتها، فأوقفها الإبودياكون ومنعها من الدخول قائلا لها: لا يحق لك أن تدخلي الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. وقال ذلك لأنه خادم مكلف بهذا الأمر، ولا يسمح لأي شخص خاطئ بالدخول إلى الكنيسة، كما يقول الكتاب: اعزلوا الخبيث من وسطكم. ظلت المرأة تتناقش معه بصوت مرتفع إلى أن وصل صوتها إلى الأسقف، فخرج الأسقف مستفسرا، فقالت له: يا سيدي، أريد أن أدخل الكنيسة. فقال لها الأسقف: لا تستحقين الدخول إلى الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. فقالت له: يا سيدي، ما عدت أخطئ مرة أخرى. يعني الشدة اقتادتها للتوبة. قالت له: خلاص مش هعمل كده تاني. قال لها: إن كنت صادقة في توبتك فاذهبي واحضري كل أملاكك إلى هنا. فذهبت وأحضرت جميع غناها إلى فناء الكنيسة، التحف والملابس والزينات وكل حاجة تملكها أحضرتها إلى فناء الكنيسة. فأمر الأسقف أن يحرق كل هذا، لأنه حسب قوانين الكنيسة لا يدخل في مالية الكنيسة أجرة زانية. فلما نظرت المرأة كل هذا قالت لنفسها: إن كانوا قد فعلوا بك هكذا على الأرض فماذا يفعل بك في السماء؟ وتخشعت، فسمح لها بالدخول إلى الكنيسة، مجرد سماح فقط. وهكذا دخلت مخافة الله إلى قلبها وتابت، وصارت فيما بعد إحدى القديسات. واحد عارف إنه واقف بين إيدين ربنا، مش داخل الكنيسة طالع داخل طالع داخل طالع كأنه قاعد في نادي. عارف إنها كنيسة ليها وضع في دخولها، وليها وضع في قعدها، وليها وضع في الحضور فيها، ليها وضع في الخروج منها. مش قاعة، مش مكان وخلاص. طب إذا كانت الكنيسة سمحلنا بالدخول، التوبة لأ؟ طالما سمحت لنا نخش وإحنا خطاه وظالمين، ما نخشش نحترمها؟ ما نخشش نحترم ربنا فيها؟ امال النقاوة هتيجي منين؟ لابسة كده ليه يا بنتي؟ محزق كده ليه؟ مفيش مخافة ربنا تحافظي على جسمك؟ مفيش خوف ربنا؟ دي الموضة وخوف ربنا. داخله الكنيسة بكامل زينتها، قال لها: اطلعي بره يا خاطية.
ما تقدريش تخش الكنيسة بخطيتك دي. أم لستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ هو ده الثمر اللي جايين نقول بيه لربنا احنا جايبين لك ثمر نقينا عشان نأتي بثمر أكثر. هو ده الثمر، الخلاعة. طبعا احنا بنقرأ الكلام ده وبنسمعه مش عشان كل واحد فينا يروح يتنطط على اللي بيخدمهم، لا، عشان كل واحد فينا يأدب نفسه، وعشان كل واحد فينا يراجع نفسه، وعشان كل واحد فينا يقول لنفسه إذا كنت أنا في اللي أنا فيه ده، ربنا مش بس سامح لي أخش الكنيسة، ده سامح لي أبقى خادم، وسامح لي أبقى شماس، وسامح لي أبقى خادمة. أي أناس يجب أن نكون نحن؟ إذا كانت الكنيسة النهاردة متساهلة معانا إلى هذه الدرجة، فنحسب طول أناة الله نحسبها إهمال، نستهين بلطف الله. وهو الغصن لو ما خدش عصارة من الكرمة وثبت فيها زي البني آدمين هيجيب ثمر منين؟ ضمانات حياة الطهارة الثبات في الكرمة، الثبات في المسيح، الثبات في التوبة والاعتراف والتناول، احترام الكنيسة بأدب، طاعة وصايا الله. ايه انتوا فاكرين ايه؟ هنقعد نحكي حكايات وامتحانات ونشوف مين اللي يطلع الاول ياخد جايزة؟ ده حياة ابدية، يا نكسبها يا نخسرها باليومين اللي احنا فيهم. تعرف تشتري ابديتك؟ خاف ربنا، خاف ربنا بس.